استاذ علي محامي وعضو نقابه المحامين بالدقهليه، واحنا النهارده موجودين في الدقهليه مع استاذ علي. هناخد راي حضرتك ايه في التعديلات الدستوريه اللي هيجرى عليها افتتاء يوم 19 مارس؟ والله انا عن نفسي بصفه شخصيه طبعا انا رافض التعديلات على اساس ان لابد ان يكون هناك نظام قائم كامل حمايه للشعب في حاله عدم وجود الحاكم، ومش شايف اي ضروره ان انا اعمل بعض التعديلات والحاكم مش موجود وابقي تعديل الدستور لحين ظهور حاكم جديد يبدا يساوم الشعب ويصنع دستور بمواد تعطي له الحق في ان يكون طاغية. طب احنا حضرتك سمعنا رد القائمين على التعديلات الدستوريه بالنسبه للبرنامج وضع دستور جديد، قالوا ان هم محتاجين سنه او مساجين لجنه تشريعيه. طب مصر عشان تم السنه عشان نصور مع طب انا صورت بقى صوره كده صوره جماعيه يا استاذ سراج، ولكن احنا اللي هنعمله هنعدل بعض المواد ونحذف البعض، وده امر سهل جدا. واللي عرفناه ان اكثر من دكتور في الجامعه وعلى راسهم المستشاره تهاني قدمت مشروع متكامل، دستور كامل. ايه اللي يمنع ان احنا نناقشه؟ وايه اللي يمنع ان احنا ناخد عليه استفتاء بدل ان انا اكثر من ماده وابدا ان انا اعدل فيهم؟ وبرضه خرجت المواد وهذكرها المره كل ما بتكلم بذكرها الماده 112 اللي بتدي الحق لرئيس الجمهوريه انه يصدر اي قانون في اي وقت والاعتراض عليه. في ماده بتدي الحق ان هو يحل مجلس الشعب. مفترض انه لازم التعديل الاخراني ان هو من حقه ان هو يشيله وقيد حريه الفلوس حل مجلس الشعب. تمام. عشان النهايه بشكر حضرتك على الفرصه دي.